هل سيشهد مسلسل المؤسس عثمان قفزة زمنية في قادم الأيام؟ وهل سيتم الإعلان رسميا عن تأسيس الدولة العثمانية بعد هذه القفزة؟ وما هي الوجوه الجديدة التي سنشاهدها في المسلسل؟ وهل سيعود كوسيس ميخائيل أم لا؟ السلام عليكم أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في فيديو جديد. بعد ظهور درس فقيه في الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث، الكل كان يعتقد أن الموسم الرابع سيبدأ بالتأسيس الرسمي للدولة، ولكن حدث العكس واستمر المسلسل على نفس النهج. الآن حان الوقت لهذا الحدث التاريخي العظيم، فلقد ذكرت بعض المصادر الموثوقة داخل المسلسل أن الحلقات القادمة ستشهد أحداثا كبيرة وتغييرا في المسلسل. بعد الانتهاء من معركة أينغول القادمة وقتل السلطان أسمهان وألوف وفريق، أعتقد أن المسلسل سيشهد قفزة زمنية لا تقل عن 5 سنوات. بعد هذه القفزة سيتم الإعلان عن تأسيس الإمبراطورية العثمانية وصك العملة الرسمية للدولة، وكذلك تأسيس الجيش النظامي الموحد. كما أن هناك العديد من الوجوه التاريخية التي ستظهر في المسلسل كأكشكوجا وسمشاشوش، وسيشهد المسلسل عودة اللحى البيضاء من جديد بقوة لمساندة عثمان في تثبيت أركان الدولة. أما الشخصية الكبيرة التي ستغادر المسلسل فهو الشيخ خديب علي. بعد استشهاد الشيخ خديب علي سيكون درس فقيه هو خليفته في الموسم القادم.